السلام عليكم ورحمة الله. المنتخب الجزائري يختار وجهة جديدة لتحضير لكأس إفريقيا. كشفت مصادر مقربة من بيت الفيفا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتفق مع الطاقم الفني للخضر من أجل تحديد وجهة تربص المنتخب الجزائري المقابل على خضوع نهائيات كأس إفريقيا بكوتيفوار. وتنطلق نهائيات كأس إفريقيا في الفترة ما بين 13 جانفي و 11 فبراير المقبلين بكوتيفوار. وذكرت مصادر مقربة لموقع أوراس أن بالماضي استقر عند الإقامة في فندق وسط مدينة بوكي. وصرف النظر عن القرية الإفريقية تفادي لمفاجآت غير سارة، وخاصة أنها لم تلق الإجماع كما أنها لم تلق للرئيس الفيفا وليد صاجي. وذكرت مصادر أن بالماضي يتجه نحو تغيير مقر تربص المنتخب الجزائري إلى غانا بدلا من غينيا الاستوائية. واقتراح الاتحاد الجزائري لكرة القدم 3 بلدان إفريقية من أجل التحضير بها وإقامة تربص تحضيرية يسبق العرس الكروي الإفريقي. وورد في اقتراح رئيس الفيفا وليد صادي بلدان جنوبية إفريقية وغينيا الاستوائية، فضلا عن غينيا التي تربط حدود مع دولة كوتيفوار. ويتجه الناخب الوطني جمال بالماضي نحو الاستقرار على دولة غانا من أجل إقامة تربص تحضيري بها نظرا لقربها من البلد المنظم كوتيفوار. وأكدت مصادر ذاتها إلى أن المنتخب غانا متحمس جدا لمواجهة المنتخب الجزائري قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا. وسبق لغينيا الاستوائية قد احتضنت معسكرا إعداديا للمنتخب الجزائري في شهر مارس 2022 قبل مواجهة المنتخب الكاميروني في الذهاب الدوري الفاصل المؤهل لبطولة كأس العالم في قطر 2022.